السلام عليكم. المشكلة بتاع النهارده محتاج الناس اللي هي بتفهم في الدين إن هي ترد وتعلم، ولو عديت المشكلة من غير ما تحل أو تقدم نصيحة هتتحسب ذنب عليك، فأرجوك لو عندك نصيحة أو حل للمشكلة ديت ما تستخسرهاش واكتبها لنا في التعليق، لأن من يستطيع أن يفعل خير ولا يفعل ذلك خطية عليه، لأن ببساطة المشكلة بتاعت النهارده لو ما اتحلتش في أسرع وقت ممكن توصل لحالة الطلاق، وبيت ممكن يتهدم، ده كله بسبب إن في مشكلة ومحدش قدم نصيحة فيها أو محدش ساعد فيها. يلا بينا. واحدة بعتة وبتقول إن أنا من القاهرة ومتجوزة بقالي 10 سنين، اتجوزت في المنوفية، وجوزي شغال في القاهرة، بيجي لي أجازة 3 أيام كل أسبوعين، وأنا معايا بنتين، وجوزي هو مش بخيل ماديا الصراحة، يعني مش بخيل في أكل ولا شرب وخزين، ومكفي بيتي من كل الاحتياجات ومن اللبس ولبس عيالي، هو بصراحة كل اللي إحنا بنطلبه بيجيبه لنا، لكن هو بخيل عاطفيا، يعني ما بيفكرش يقول لي كلمة حلوة، المفروض يعني لما بيرجع للبيت بتاعه بعد غياب أسبوعين المفروض أول ما يجي ملهوف عليا وياخدني في حضنه ويسلم عليا، لا ده بيجي البيت وكأنه كان نايم في حضني وما بيرميش حتى سلام ربنا عليا، ولا بيمد ايده ليا كزوجته وام ولاده، ويدخل الشقة عادي كده ويتكلم عادي، وهي بتقول ان اهل والدتي كلها في البلد اللي انا متجوزة فيها وقاعدة فيها، وهو مش عايزني اتنقل بره العتبة بتاع الشقة، خانقني وقافل عليا جامد، تعبت منه، ولو في مناسبة او اي حاجة مش بيرضى يخليني اروح، ولو في فرح في شارع اللي ورانا ما بيرضاش برضه يخليني اروح، وبتقول وانا والله ما مقصر معاه في اي حاجة، وبيبقى كويس قوي وزي الفل وهو موجود معانا في الفترة بتاعت الاجازة اللي هي بتيجي كل اسبوعين دي، واول ما يروح الشغل يقلب عليا على اتفه الاسباب، ولا بيكلمنا ولا بيعرف حاجة عننا لغاية ما بينزل الاجازة التانية، كان بيكلمني من اسبوعين وكان زعلان، لان هو يعني زعل مني على سبب تافه، قطع معايا مكالمات ولما جه الاجازة بتاعته استخسر فيها السلام، وبقى بينام في الاوضة التانية لوحده وبيشوف حاجات مش كويسة، ومن ساعة ما عمل كده وانا حزينة وقلبي مكسور عليه، ما كنتش اتخيل ان هو يعمل كده، ولا ناوي ان اتكلم معاه وكل واحد يروح لحاله، فدي كانت المشكلة اللي هي مبعوتاني، بالاختصار كده ده واحد مسافر شغال وبيجي كل اسبوعين اجازة 3 ايام مع مراته، ولما بيجي الاجازة ما بيسلمش كده ولا بيبقى ملهوف عليها، بيجي كانه كان قاعد في البيت عادي ما سافرش ولا غاب عن البيت اسبوعين، غير ان هو كمان ما بيخليهاش تطلع بره البيت ولا تزور اهل والدتها، وقافل عليها الدنيا جدا، فبعد ما سمعنا المشكلة وتبان هنا ان هي مشكلة قلة اهتمام، بصراحة اكتر حاجة ممكن تضيع اي علاقة وتفشلها هي قلة الاهتمام، يعني في ناس بتبقى بتحب بس ما بتعرفش تبين اهتمامها باللي بتحبه، فالوضع ممكن يوصل لمرحلة الفشل، فإنك تهتم بحد ده معناه إنك بتعرف تحط أولوياتك كويس، يعني إن كان أولوياتك البيت بتاعك هتعرف تهتم بالبيت في المرتبة الأولى، وهنا الزوج زي معظم الأزواج المصرية اللي الأستاذة ياسمين طبعًا بتدافع عنهم ليل نهار، وشايف إنه طالما اتجوز خلاص هو أهم حاجة بقى إن هو يوفر الأكل والشرب ويدبر اللبس والمصاريف بتاع البيت، علشان يبان قد إيه هو راجل وقد المسؤولية، فممكن يتغرب يبعد عن بيته بالأيام والأسابيع والشهور، بهدف انه يرتب له من الاكل والشرب، فهو بيحب البيت وبيحب عياله بس مفيش اهتمام بيهم، هو كل اهتمامه رايح ناحيه الشغل، وده هنا في مشكله ان الزوج ولو قلنا ان الاهتمام زي البطاريه مثلا، فهو بيخلص طاقه البطاريه بتاعته في الاهتمام في الشغل وبيرجع فاضي وما عندوش حاجه يقدمها للبيت بتاعه، وبالتالي هو بيحاول يشحن اهتمام من مراته ومن عياله ويرجع بيهم ويكمل بهم في الشغل، فالاهتمام هو صوره من صور الحب، واللي انت لما بتقدمها لحد او تهتم بحد هتلاقيه كده بيوصل له حبك ليه، فانت لازم تقدم اهتمام لشريك حياتك، ونيجي بقى للنقطه اللي انا عايز اوصلها من المشكله ديت، هو ان الزواج مش استقرار، الزواج مسؤوليه كبيره جدا، وانك كل ما تتعمق في العلاقه الزوجيه كل ما تزداد تعقيد، وده لان في مسؤوليات بتظهر لك في الطريق بتاعك في الحياه الزوجيه وانت مع شريك حياتك، في بيبي بيجي لك ويبقى عايز علاج ومصاريف، وانك بدل ما كنت بتصرف على نفسك ولوحدك وكنت بتصرف على اسره كامله، على ممكن تكون متكونه من 2 أو 3، بس هل ده معناه ان انا اهمل الناس ديت وابقى شغل الشاغل بس هو انا ازاي اجيب لهم احتياجاتهم واوفر لهم الاحتياجات بتاعتهم؟ لا، المعتقد اللي لازم تبقى فاهمه كويس هو انك انت شغال علشان اهلك واسرتك، فالاسره هنا في المقام الاول ممكن تبقى موفر كل الاحتياجات الماديه بس انت مهمل كل الاحتياجات المعنويه، والاحتياجات المعنويه ممكن تكون مشاعرك ناحيه الشخص ده، احساسك بالامان اللي انت بتقدمه له لشريك حياتك،
فلو اللي معاك دوت ما حسش بالامان والسلام والحب وهو معاك، اكيد مش هتكملوا مع بعض وهتدور على المشاعر والاحتياجات ديت بره، وتحاولوا انكم تتجهوا للطريق الغلط، وانك تكلم حد غير زوجك او غير زوجتك علشان يديلك الاحتياج اللي هو ناقصك. فاول حل للمشكله ديت هو الوعي. لازم يكون الزوجه عندها الوعي ناحيه زوجها، يعني هو متغرب وشغال اكيد علشانك انت وولادك، فلما يرجع حاول انك توضحي له مدى حبك واهتمامك للي هو بيقدمه لك. هو عاوز يشوف نتيجه التعب والاجتهاد اللي هو بيعمله في عينيكي. تاني حاجه اطلب منه الاهتمام، انك تهتم بيا وبعيالي. ما تصدقش مقوله الاهتمام ما بيطلبش، لا بيطلب مره واثنين وثلاثه وعشرة، علشان هو ممكن يكون بيهتم بطريقته هو اللي انت ممكن ما تكونيش شايفاها. فقولي له ان انت محتاج اهتمام، محتاجاك تهتم بينا اكتر من الشغل، ولو انت شايف ان الشغل واخدك عنا انت ممكن تدور على الشغل هنا، او ممكن تاخدنا نروح نعيش معاك او قريب من الشغل بتاعك في شقه ايجار، مش مهم، بس المهم ان احنا نكون مع بعض دايما، وان الشغل ما ياخدكش عننا. انا مش هوجه للزوج حاجه، بس لو انت عملت كده وحاسه ان مفيش اي تغيير، ساعتها انت ممكن تروح لرجال الدين، وهم هيكونوا اولى بالنصيحه والقرار اللي انت هتاخديه في انك تكمل في الحياه الزوجيه ديت او تنفصل عنه. انما انا ما اقدرش اقول لك تعمل ايه بالظبط، انا كده خلصت كلامي وقلت وجهه نظري. فارجو من كل واحد شاف الفيديو ان هو يعلق ويكتب نصيحته في التعليقات تحت الفيديو، وهي صاحبه المشكله هتشوف كل التعليقات بتاعتكم. فيا ريت اللي يقدر يساعد ما يتاخرش، وربنا يكتبها لك في ميزان حسناتك. ودعوه ليك انت كمان يا اللي بتشاهدني دلوقتي، لو انت عندك اي مشكله او بتعاني من اي ازمه ومشاكل وظروف ومحتاج ان حد يساعدك، كلمنا او ابعت لنا على رسائل الصفحات اللي احنا هنكون سايبينها لك في التعليق او في وصف الفيديو. ولو انت مش عارف تعرفنا انت مين، هتلاقي في لينك كده، لينك الصراحه، ممكن تبعت لنا المشكله اللي انت بتمر بيها واحنا هنكون بنعمل لك فيديو زي كده. وما تنسوش بقى انكم تشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو دوت، علشان نوصل لناس كتير وناس تشوفه وناس تحاول ان هي تشارك برايها وتشارك بنصيحه وتعلم وتساعد صاحبه المشكله. سلام.